شغال. اي حد على كده على كده، يعني انت اي حد يجي تشد كده، اي حد يجي احمد اضربه هنا. ماشي. تعال الحاج. نعم. تعال هنا، هات العكاز بتاعك يا تعالى. تعالى الاول لما نتكلم. اسمك ايه؟ اسمي السيد محمد ابراهيم، مشهورة محمود ابراهيم. من ايه؟ من متر خولي من مركز ميناء في مصر الاهليه. انت كان عندك ايه وبتعمل ازاي؟ انا كان عندي ظروف ورحت كشفت عند الدكتور قال لي اعمل اشعه رنين مغناطيسي. رحت عملت اشعه رنين مغناطيسي قال لي انت عاوز عمليه. الدكتور بس ما قررتش ولا حاجه. بس ما تقولش اسمه بس. لا مش قايل. قال لي اعمل لي تحاليل. رحت عملت تحاليل قال لي انت مفروض ليك عمليه ولكن الدم مش موافق، بعض قطرات الدم الحمراء مش موافقه مع البيضاء وعندك سيوله في الدم، ما اقدرش اعمل لك حاجه. انا بقالي الوقت كده سنه بالظبط ما بمشيش. والحمد لله جيت عند السيد محمود البحراوي والحمد لله انا حاسس براحه الوقت اهو. لسه الثانيه دي. يا عم لا ما تقولش، ما تكتبش على الناس. لا والله انا ما هو انا عم جاي لك والله العظيم. انا جاي لما اخذ السواق الراجل جاي معانا. الراجل جاي ده اللي جاي معانا بالعربيه. انت العربيه ولا السواق؟ يعني انت كده واحد زيك ماشي كده؟ انت العربيه ولا السواق؟ العربيه. مين اللي سايق؟ هو اللي سايق فيه. انت اللي جاي شايله؟ انا جاي شايله من البيت، منزله على كتفي من البيت من عنده. لا والله. والله العظيم لما اخذ الشبشب ما كنتش عارف اقلعه من رجلي او البسه. طب تعالى كده، تعرف الخطوه بتاعتي رحت الجيش؟ ايه بجد؟ والله انا 7 سنين في القوات المسلحه. اتفضل. 7 سنين ليه؟ مجند مش كده؟ مجند. كلام الحرب. انا طلعت في 75. لا والله. حضرت حرب الاستنزاف وحضرت حرب 73. ما شاء الله. والحمد لله عندي 72 سنه دلوقتي. 72؟ ولو الدم ما فيش بعض تموت انت بقى خلاص. واحنا مش مهم تلاقي حل تاني. لا ما فيش. المهم هو الحل يبقى عندهم هم بس. يا هم يا تموت. بس كده. انما انت لما تشوف حل واحد زي محمود البحراوي كده او واحد غير محمود البحراوي او حد والكلام ده كله لا ما تشوفش. احنا عايزينك كده وهو ده تقريرنا وهو ده اللي تموت عليه. وهو تموت وتاخد عليه. جينا نقول لهم قال لك لا يا عم الحاج ده نظام دجل وشعوذه والكلام من دي. بس انا في الحقيقه اهو انا بتكلم مع الراجل اهو لا اعرفه ولا يعرفني واول مره اشوفه واول مره يشوفني والحمد لله يعني في ثانيه حسيت بالراحه. في ثانيه في جزء من ثانيه مش. طب مين اللي قال لك دجل وشعوذه؟ ناس كتير ده كان قالوا عليه دجال وشعوذه. بيقولوا عليه ايه؟ لما شافوني من على النت قالوا ده دجال وشعوذه. انت شفت شيء شعوذه؟ لا ولا شعوذه ولا حاجه. فين البخور اللي هنا وفين البتاع اللي هنا؟ الراجل قاعد اهوت يعني. تعالى كده خليك على المباشر. شوف الراجل ده من اسهل ما يكون. تعالى اتفضل. ما تقعدش بقى لغايه شويه. قول يا سيدي عندك ايه؟ عندي في خشونه في الرقبه تيجي عامله دايما صداع. ورجلي اليمين ديت تقريبا المفصل واجعني يعمل لي نشط باستمرار. كشفت عليه؟ كشفت عليه قال لك ايه؟ لا هو ما عملتش اشعه على رجلي. طيب الصداع بتاع الرقبه ده اللي عامل لي صداع باستمرار. صداع الرقبه. لا ما عندكش صداع من الرقبه، انت بتاكل حلويات كتير. ايوه صح ولا انا غلطان؟ طب ايه اللي عرفني؟ ايه اللي عرفني انت تاكل حلويات كتير؟ سكر. انت ايه ما تجيش اللي يجي قبل 10 ايام ما ياكلش سكر ويشرب ميه كتير. تبع. طب ايه اللي عرفني ما عندكش صداع؟ الصداع ده مش بسبب الرقبه، مين اللي قال لك انه بسبب الرقبه؟ ما اعرفش، هو دايما عندك خشونه في الرقبه هنا، كشفت قال لي عندك خشونه في الرقبه. عندك خشونه في الرقبه؟ طيب بعد اذن المصريين تصور هنا كده، تصور هنا تحت هنا. عندك جيت في ده ان شاء الله انا هجيب الحاجه واجي لك والله. حاجه ان شاء الله. الحاجه في ايه؟ الحاجه في ايه؟ يعني برضو في نفس السن كده بتشكي من ظهرها بس ايه على خفيف بتقوم على ايديها ورجليها كده. لف رقبتك. عامل واحده كده؟ ما عادش وجع؟ ما عادش لا. راح فين؟ تحس ان الفقرات لازقه في بعضها كده، عامله زي السوسته. الوقت السوسته طلعت لفوق، عادت حره الحركه. حره الحركه. خلي الابره زي ما هي. ماشي. هنشوف هنا الركبه فيها ايه. معايا يا بنتي. هنا شويه خشونه بساط، حاجه بسيطه خالص ولكن يعتبر مش موجوده بس ايه نعملها. صح ولا انا غلطان؟
بص على الابره، هز الابره دي برضه زي ما هي كده. هات الابره دي بالراحه يا هاني. ده هي الابره دي هاتيها. ده هي جايباها طيب. بص لي كده، هات الثانيه، هات اهي. لم لما يطبق ايدك ارفع رجلك. يلا يا بلازين امسك لك. هات الجماعه بتوعنا برضه اهو. قول لهم لا روح الاستاذ محمد وانت كنت بتيجي هنا من كام سنه؟ انت كنت هنا من امتى؟ انا كنت هنا من 3 سنين و4. والله انت عامل دلوقتي ايه؟ انا زي الفل. لا الناس اللي كنت بتجيبها. الناس اللي كنت بجيبها كلها زي الفل والله. امال الناس بتاع دجال ومشعوذ ايه؟ مين ده؟ او نصاب. يا سيدي اللي يقول ده يقول. ما يعرفش يا قرب منه شويه، قرب شويه. اللي عايز يشوف يجي يشوف بنفسه قريب. اللي عايز يشوف يجي يشوف بنفسه. ما انا مدخل ابن عمي اهو عشان يشوف بنفسه. الجماعه اللي انت كنت جايبهم بقوا كويسين؟ تمام زي الفل الحمد لله. من كام سنه؟ من 3 سنين 4. اشتكوا؟ لا بفضل الله يعني. انا بالنسبه لي تمام الحمد لله يعني. لا حاضر. انا عملت لك الضفيره العصبيه كلها. ايه يا حاج عامل ايه؟ الحمد لله. لا، كنت بقعد الهواء اللي بيجي بيطلع مولع نار من ضهري. ودلوقتي عامل ايه؟ يعني الحمد لله خف الالم. احسن من الاول؟ ها؟ احسن من الاول؟ كتير. زي الاستاذ محمود بقى. يعني هي الشمال هي اللي اصلا. ده لازم محمود، ده لازم محمود. ايه ده الاستاذ محمود بقى؟ ربنا يبارك له ويحفظه لمصر والمصريين يا رب. في ماله وفي عياله ويمد في عمره ويجعله سبب لكل مريض. يا رب. قوم امشي يلا كده ووري المصريين. امنع السكر، اي حاجه فيها سكر بعدين. ماشي؟ واشرب ميه كتير عشان تخف. وروح ورا تعالى. عامل ايه؟ الحمد لله. احسن؟ احسن كتير جدا. اللي كان محزنني ان انا كنت قاعد مقيم في الجامع وبأذن لله وبقيم الصلاه وبصلي بالناس امام. بطلت اطلع اروح الجامع عشان ما بقدرش اطلع السلم. ده اللي دلوقتي كان هتروح الجامع؟ ان شاء الله باذن الله. وهتصلي؟ هصلي وهأذن والناس بيقول لك نفسي انا نسمع اذانك. راحت منك ازاي؟ لا مش استئناف، ده انا كنت بشيل المكالمه. احنا ميعاد الظهر دلوقتي. لا اذن بس للناس يسمعوا صوتك، نفسهم يسمعوا صوتك. عادي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معلش روح هناك مع الراجل ده ومع الراجل ده يقول لك ايه، كانوا مسألين انا خلص الراجل ده.
انا متابع الاستاذ محمود بقالي اسمك فتره. ايه؟ اسمك ابراهيم محمد ابراهيم احمد من منية النصر، من كل من منية النصر. متابع الاستاذ محمود على النت من زمان، والحمد لله اقتنعت باللي شفته واللي سمعته منه، وراجل بيعمل لوجه الله، واسمع كتير ان هو بيعمل لوجه الله، الناس اللي مش قادره كمان بيعمل لها لوجه الله تعالى من غير اي فلوس. وهو بيقول اللي يجي وما يرتاحش يجي لي في الاعاده وياخد فلوسه تاني. انا الحمد لله جيت كان عندي خشونه في رقبتي وفي الرجل، دلوقتي الحمد لله تمام، وربنا يصلح حالي ويخليه لمصر والمصريين ان شاء الله. هتختم بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.